ولما نكمل جولتنا داخل متحف الحضارة الفرعونية للزراعة المصرية القديمة هتلاقوا أقدم ما يتواجد هذه الفاترينا التي تحتوي على يعني مجموعة من الآثار اللي تصل إلى 300 ألف سنة كما قال المرشدون هنا، لأنها يعني عن الحيوانات المتحجرة أو سن فيل أو قطعة متحجرة من حيوانات مختلفة، وقالوا بأنها كانت متواجدة من صحراء العباسية. احنا نعرف أن العباسية كانت صحراء من 100 سنة مثلا، وبنتكلم مع حضراتكم أن دي قطع متحجرة من عظام مختلفة زي ما هي موجودة قدام حضراتكم بالشكل دوت. ولما ننتقل من مثلا قرن يعني ثور وحشي موجود من العصر الحجري، بنتكلم على 300 ألف سنة، ده رقم مهول جدا. لكن تعالوا في نفس الفاترينا بنتكلم على 3000 سنة بس، حاجة بسيطة جدا. هتلاقوا ان دي لحوم البط والاوز اللي كانت موجودة او بتقدم للقرابين كقرابين سواء كان لها او غيرها. وكمان هتلاقوا كمان البط والاوز المحفوظ بهذه الحرفية وهذا الشكل اللي موجود قدام حضراتكم ما بين 3000 سنة بهذا الشكل و300 ألف سنة بالجزء المتحجر المتواجد. تجدوا هذه الفاترينا من أندر ما يتواجد داخل متحف الحضارة المصرية الفرعونية الزراعية القديمة. أيها السادات والسادة، مصر ووجدت ثم كتب بعدها التاريخ. نحن معكم من داخل متحف الزراعة المصري أو متحف الحضارة الفرعونية القديمة، معكم الكثير من الجولات، ويكفي أن نقول بأن هذه الحرفية في تلك المعروضات بهذا الشكل الجميل ندرى ما تجدونه في أي مكان في العالم.